السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على السريع. هقول لحضرتك باختصار شديد عن البونوكام، طريقة الزراعة، وهقول لحضرتك عن كل حاجة عنه. أولا البونوكام بيزرع من منتصف شهر مارس حتى شهر مايو، والعروة اللي بعد كده بتتزرع من سبتمبر إلى شهر نوفمبر. التأخير عن المواعيد اللي انا بقول لحضرتك عليها ديت بالنسبه للعروه الصيف اللي في مارس ومايو، لو اتاخرت عن كده وزرعت في يونيو او يوليو او شهر 8 ده هيقابلها حر، فاكيد هيبقى لها تاثير سلبي. ولو انا اتاخرت عن شهر نوفمبر ودخلت في البروده اكيد برضو لها تاثير سلبي وهيوقف من نمو البونوكام. معدل التقوي للفدان من 4 ل 5 كيلو للفدان. بعمله صواني او شتلات. بحط الفدان بيحتاج 100 صينيه، اللي هي الصواني ال 209 عين. الفدان بيحتاج 100 صينيه. بحط في كل عين من هذه العيون اللي هي الصينيه ال 209 عين، بحط في العين من 4 ل 5 بذور بونيكام. طبعا البونيكام يفضل ان حضرتك تزرعه على خطوط او مصاطب. لو عملته على مصاطب بيكون عرض المصطبه متر. هحاول اوريها لك اهي. ده كده من الخط، من بطن الخط الى الخط اللي هنا كده عرضها متر. هتعملها 3 ريش على الريشتين خط، وفي منتصف المصطبه بتعمل خط. ده بالنسبه لطريقه الزراعه. في الاول بيبقى نمو البونوكام بطيء، اللي هو بعد زراعه الشتلات ممكن تصل معاك الحشه الاولى من 60 ل 90 يوم، ولكن بعد كده لو انا في الصيف هحشه كل 25 يوم، ولو لما يدخل عليا الشتاء بتحش من كل 35 ل 40 يوم، لان في درجات الحراره منخفضه البونوكام بيكون نموه بطيء. طبعا البونوكام مستديم الخضره، يعني ممكن يقعد معاك في الارض 12 و15 سنه حسب طريقه اهتمامك بيه. مسافات الزراعه او مسافات الشتلات بتبقى 30 سم ما بين الشتله والاخرى. وما اقول 30 سم بيبقى 30 سم في كل الاتجاهات. يعني انت لو زارع المصطبه 3 خطوط يبقى 30 سم على الجنبين، و30 سم في الاتجاه الرأسي، و30 سم في الاتجاه الافقي. فمسافات الزراعه 30 سم عشان ما اطولش عليك. الفدان بينتج من 20 ل 25 طن كعلف اخضر، ومن 7 ل 10 اطنان كعلف جاف. يعني حضرتك نشفت البونيكام ووزنته. سعر كيلو التقاوي بيصل من 900 جنيه ل 1000 جنيه حسب المستورد او الشركه اللي انت جايب منها. بعد كده طبعا البونوكام بيحتوي على بروتين عالي، فبالتالي انا لما بقدمه جاف للحيوانات بيبقى طبعا البروتين اعلى. يعني العلف الاخضر بيبقى فيه نسبه بروتين عاليه اعلى من اللي موجوده في البرسيم، ولكن لما بنشف البونوكام او بجففه بيكون نسبه البروتين اعلى. فينصح الناس اللي بتزرع بونوكام او المزارع الكبيره اللي هي بتربي ماشيه او بتصدر بره لحوم وكلام من ده، دايما ينصحوا بان البونوكام يقعد من 4 ل 5 ايام وبعد كده يقدم للحيوان. بلاش تحش البونوكام وتقدمه مباشره. ليه؟ لانه ممكن يعمل مشاكل، يعمل اسهال للحيوان ويعمل له مغص والكلام ده كله. ده شغل بيطري انا ماليش دعوه بيه، انا بقول لك المعلومه الزراعيه. بالنسبه للبونوكام زي ما قلت لحضرتك بيدي من 20 ل 25 طن كعلف اخضر، وبيدي كعلف جاف انك تنشفه او تجففه بيدي معاك من 7 ل 10 طن للفدان. يفضل كل حشتين تسميده تسميده يوريا، حوالي مثلا 15 كيلو يوريا للفدان بدار على السريع. كل حشتين تدي مثلا نص شكاره يوريا للفدان وتروي. طبعا هو بيتحمل العطش، بيتحمل الملوحه العاليه، فبالتالي لو عندك ارض في مكان ملحي البونوكام يجود فيها، او عندك ارض صحراويه بتروي ابار والابار بتجيب ميه مالحه برضو البونوكام يجود فيها. البونوكام بيجود في مدى ملح ما بين 8000 بي بي ام لحتى 12000 بي بي ام، فبالتالي الاراضي المالحه مفيش فيها مشاكل خالص بالنسبه للبونوكام، سواء كان ملوحه في الميه او ملوحه في الارض. عندك برضو هو بيتحمل العطش. في الصيف اقدر ارويه كل 15 يوم. بالنسبه للشتاء ممكن معايا كل 25 من 25 ل 35 يوم حسب سقوط الامطار. بالنسبه في حاله الشتاء يبقى في الصيف هروي كل 15 يوم. بالنسبه للشتاء هروي من 30 يوم لحد 35 يوم، وبرضو حسب سقوط الامطار. طبعا في ناس بتفرمه اخضر وتعمله زي نظام مكموره، بيبقى سعر الطن تقريبا بيبقى اخضر حوالي سعر الطن بيبقى حوالي 350 ل 450 جنيه. طبعا البونوكام سعر الطن كعلف اخضر كده بدون فرم وبدون اي حاجه يعني بيصل الى مثلا حوالي 800 جنيه
بالنسبه لي لو هو جاف بيصل الى 2400 جنيه حسب برضو جوده المنتج. طبعا ارتفاعه بيصل الى حدود بيصل حوالي مثلا حدود 2.5 متر. طبعا الاسعار يعني راجعوا الاسعار، لان طبعا انا يعني مش ملم بالاسعار قوي لان ده مش شغلي، لكن انا قلت لك على كل العمليات الفنيه. البنوكام يا جماعه ما بيجيلوش امراض، ما حدش بقى يقول لك هيجي له صدى او هيجي له كذا او كلام من ده، كل ده ما يفرقش معاك. البونيكام كل ده ما يفرقش معاك. حتى كمان الدوده يعني ما بتاكلش فيه قوي زي الذره وزي بقيه المحاصيل. فمفيش مانع انك في الصيف ولا حاجه تبقى تديله رشه للدوده، بس تراعي فتره التحريم بتاعتها. يعني رش حاجه خفيفه كده، فتره تحريمها 8 10 ايام. بلاش ترش الحاجات اللي بتوع 60 يوم و70 يوم، لان انت كده كده اصلا بتحش وتقدمه للمواشي. بالاخص هو هيضر قوي اللي هي المواشي اللي بتنتج لبن، فبلاش عشان برضو صحه الناس. الاسعار رجعوها تاني بتاعت اسعار البذور وتكلفه الطن الاخضر والجاف تاني، لان الكلام ده بيتغير من موسم للتاني. فرجاء رجعوا الاسعار تاني عشان حضرتك ما تقولش ان الراجل ده بيقول معلومات مش دقيقه. بالنسبه لي الحاجات الزراعيه اللي انا قلتها لك ديت، هو ما بيجيلوش امراض، الدوده ما بتاكلش فيه قوي او ما بتاذيهوش قوي. لكن في الصيف طبعا انتوا حضراتكم عارفين دوده الحشد مش مخليه موضوع، لان هو طبعا من العائله النجيليه زي الذره والحاجات دي، ولكن هو طبعا معمر يعني. فانتوا حضراتكم في الصيف رجاء كل فتره ترشوا ماده سامه، بس تراعي فتره التحريم بتاعه الماده السامه. طبعا حضرتك بتحش في الصيف كل 25 يوم. فرجاء اختار ماده تكون البي اتش بتاعها، البي اتش اي بتاعها قليل، حاجه زي الزنتاري. البي اتش اي بتاعها صفر برضو، عشان المواشي اللي حضرتك هتاكلها وعشان اللبن اللي الناس هتشربه، وعشان برضو الناس اللي بتربي تسمين ما هي برضو هتذبح وهتطلع للناس، فما ينفعش يكون في متبقيات في الحاجات اللي زي ديت يعني. كل سنه وحضراتكم طيبين. اتمنى ان انا اكون اقدر افيد حضرتك، واتمنى اكون قدمت لك محتوى مفيد لحضرتك. فحضرتك تشرفنا باشتراكك للقناه، ولو عايز تشير المحتوى شير، احنا بنديك حق التشير يعني. اما بالنسبه للاسعار رجاء راجعوا اسعار الطن الاخضر والطن الجاف، لان الحاجات دي بتتغير من موسم للاخر. شكرا لحضرتك.